هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. يسعد مساكن متابعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا. حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون معكم أنا عماد خلف وزملائي عبر الكنترول والبث المباشر هيلوز وريناس. حلقة جديدة وضيف جديد. ضيفنا بهالحلقة هو الدكتور أحمد سدو، اختصاصي بأمراض العيون وجراحتها. نحن وانتو رح نرحب بالدكتور. يسعد مساك دكتور. الله يخليك يا رب. أهلا وسهلا فيك. تسلم. متابعينا، للي حدا عنده سؤال أو حابب يسأل عبر الاتصال الأرضي 429-101 هو رقمنا الأرضي، أو عبر الواتساب 093-82-80-81-4، أو عبر رسالة عبر البث المباشر عبر كومنت فيكم تنضموا لنا. طبعا موضوعنا هو موضوع مهم كتير بيخص شريحة مهمة بالمجتمع، وموضوعنا اليوم هو أسواق الانكسار. هو مصطلح علمي بحث ربما، لكن الدكتور رح يشرح لنا يا ترى شو هو أسواق الانكسار، أو ما هي أنواعه، وعلى أي أساس تصنف. وكتير من الأسئلة رح نسألها للدكتور. بداية دكتور، ما هي أنواع أسواق الانكسار، أو شو بنعني بأسواق الانكسار، وعلى أي أساس عم تتصنف هاي؟ أول شيء شكرا على الاستضافة. شكرا كثير. الله يخليك يا رب. أسواق الانكسار مثل ما حكيت هي المصطلح العلمي للتعبير عن نقص النظر عند الإنسان. فبلغة طب العيون هي تسمى أسواق الانكسار، وبالإنجليزي بيسموها refraction errors. هلا أسواق الانكسار بدنا نحكي بطريقة أنه الناس تفهم علينا، ما هي بطريقة علمية بحتة. في ناس بيكون عندها نقص نظر للبعيد بنسميهم حسيرين، وفي ناس عندهم نقص نظر للقريب بنسميهم مديدين. هلا هالموضوع هو حتى يدرس بالمناهج السورية بالمرحلة الإعدادية وبالبكالوريا، فهو نوعا ما موضوع يعني يتطرق له بالمناهج السورية. هلا الناس بشكل تقليدي حافظة إنه للبعيد هو حسير وللقريب هو مد. هلا هذا الشيء هو صح، بس ولكن في الدرجات العالية من نقص النظر حتى الحسير تصبح رؤيته للقريب صعبة، والمد بالدرجات العالية كمان تصبح قدرته البصرية للبعيد كمان متضررة. فبشكل عام عندنا إنه الحسر والمد تمام. طبعا في أسواق انكسار تانية كمان، بس بتصير هي حالات إلها هيك كينونة خاصة، مثل القرنية المخروطية، مثل الحسر المترقي. فبشكل عام عندنا حسر ومد. هي نوعا ما طبعا هي أقل شيوعا من الحالات التقليدية بالتأكيد يعني. تمام. بس هي كمان بالنهاية تصنف ضمن أسواق الانكسار. تماما. هلا إذا بدنا نحكي عن أنه على أي أساس تصنف، هلا مثل ما حكيت لك أنه إذا بدك تصنفها بالنسبة للبعيد والقريب بنسميهم حسر ومد. تمام. وممكن أحيانا أبعاد العين بتلعب دور كمان. يعني مثلا اللي عنده عين كبيرة بيكون عنده سوء انكسار حسري، اللي بتكون عينه صغيرة بيكون عنده سوء انكسار مدي. فالواحد ممكن يصنفها كمان على أساس أنه أبعاد العين. تماما. أيه. حتى حجم العين وقياسات العين طبعا حجم العين. هلا حجم العين بس بيولد الواحد بالتم عينه تكبر تقريبا لعمر 3 سنين. العين بتكبر تماما. ايه. فأبعاد العين عند الأطفال المفروض ما بتتراوح أكثر من 17 ملم، يعني تمام. بحدود السنتي ونص وشوي. عند الكبار بيصير 22 و 22 23 ملم. هلا كرة العين لما بتكون أبعادها 25 ملم وفوق معناته غالبا هي ما ضمن القياسات النموذجية. لا تماما. دكتور، واللون أيضا بيلعب له دور، بيكون له دور أيضا؟ لا اطلاقا انه اللون بيلعب دور بخلق سوء انكسار او نقص بالنظر. لا موضوع يعني موضوع مستقل تماما. دكتور، عادة بأي أمراض نسأل موضوع الوراثة. يا ترى الوراثة بيلعب دور بهالشي هذا؟ هذا سؤال كتير منيح. هلا
الوراثة بتلعب دور خاصة بمد البصر وبالحسر المترقي كمان. هلا كلمة مترقي معناته النقص بيزداد. هلا نقص النظر المفروض نظريا بعمر 23 24 25 سنة يثبت عند الإنسان. تمام، يعني انه واحد مثلا صف سابع حاطط نظارة بيراجع كل فترة وكل فترة، المفروض يعني انه 23 24 25 سنة يثبت نقص النظر عنده. هلا لما بيتم يزيد معناته في مشكلة بأبعاد العين مثل ما حكينا قبل. هلا فهدول بنطلق عليهم حسر مترقي. فالحسر المترقي الوراثة بتلعب دور بمد البصر، الوراثة بتلعب دور القرنية المخروطية، الوراثة بتلعب دور، بس انه ما هي السبب الاوحد بالمطلق. لا، في حالات بنسميها بالانجليزي سبوراديك، يعني حالات انفراديه، يعني بيكون ما في قصه عائليه. فهو التعبير الثاني انه العامل الوراثي بنحكي احيانا قصه عائليه، انه في قصه عائليه ولا لا. فالقصه العائليه هي المفروض المرادف لدور الوراثه. فاحيانا بيجوك ناس كمان عندهم حسر مترقي وعندهم مد وما في قصه عائليه، يعني ما في وراثه. فبالنهايه انه لها دور، ولكن ليس في كل الحالات اكيد. تماما. حابب أذكر المستمعين للي حدا عنده سؤال أو هلأ جديد انضم لنا، انتوا هلأ عم تسمعوا بوير اف ام برنامج صحتك بالدنيا، وضيفي بالاستوديو هو الدكتور أحمد سدو، اختصاصي بأمراض العين وجراحتها، وموضوعنا هو مثل ما ذكرنا من شوي انه هو عن موضوع أسواق الانكسار. وصلنا هلأ دكتور، هلأ كونه بعيادتكم مثلا أكثر الأعراض أو الشكاوي اللي عم تراجعكم بخصوص مرضى العين يعني شو هن؟ تمام. هلا باعتبار انه نقص النظر بيصير عند كل الشرائح العمرية. تمام، يعني حتى يمكن الناس تستغرب على هالشيء، يعني في حتى الأطفال اللي عمرهم 4 شهور أحيانا بيعانوا من نقص النظر. تمام، خاصة لما بيترافق الموضوع مع حول. هدول فحصهم طبعا معقد صعب شوي بالعيادة، أكيد يحولون للمشفى وتحت التخدير العام يفحصون. يعني بيصدف أحيانا في عندهم 4 شهور بنعطيهم نظارات، غالبا بيكونوا مديدين هن طبعا. تماما. فالقصد أنه سوء الانكسار باعتبار بيتوافر موجود بكل الفئات العمرية. فمثلا العرض بيختلف من شخص لشخص. هلا إذا إجاك شخص فوق 40 سنة مثلا بيحكي لك أنا ما بشوف للقريب. إذا إجاك طالب مدرسة بيحكي إنه والله أنا الخط تبع الأستاذ على اللوح ما بشوفه. فالعرض الأشيع بكل تأكيد يعني بكل بساطة بيحكي لك إنه أنا ما بشوف. تمام. هلا أحيانا الطلاب اللي بيعانوا من مد بصر ما بيحكوا لك على الشوف، يعني بيحكي لك انه انا بشوف اللوح منيح، بشوف خط الاستاذ منيح. اذا طالب جامعه مثلا بيحكي لك انا بشوف السلايدات منيح، بس بيحكي لك شيء تاني انه كل ما بيحط الكتاب على الطاوله بتمر 10 دقائق ربع ساعه بتبلش عنده الحكه والحرقه والجهد على العين. ومع العلم انه بيكون شبعان نوم بيصير عنده ميل للنعاس، يعني ما في بده يسكر الكتاب وخلص يعني. فبيرد يرجع بيحكي لك انه بعد ما برجع كمان بتبلش نفس الاعراض عندي. فالاعراض بشكل عام هي انه عدم وضوح رؤية للبعيد او عدم وضوح رؤية للقريب، مع حكة، مع حرقة، مع دماع، مع ميل للنعاس. هاي الاعراض الشائعة يعني. تماما. دكتور، ما هي طرق المعالجة أو العلاج المناسب لكل الحالات اللي ذكرتن من شوي، سواء يعني من أنواع نقص النظر يعني؟ تمام. هلا بتتم النظارات هي الخيار الأنسب لعلاج نقص النظر. ونحن دائما بنحكيها، يعني في مرضى أحيانا خاصة من النساء يعني بيتحسسوا لموضوع النظارة بشكل كبير جدا. صح. وهن بيسووا مشكلة لهم وحتى للي حواليهم. فالنظارة بتتم هي الحل المناسب تقريبا لكل أنواع أسواق الانكسار. وبرد بحكي إنه هلا إذا الواحد بتصير له نظارة بيكون هو محظوظ. تمام. في أحيانا الناس ما بتستفيد عن النظارة فبتضطر إنه تحط عدسات لاصقة. فالعدسات اللاصقة كمان هي أحد الخيارات. صح. نظارات عدسات لاصقة هي طبعا عالميا هدول شائعين جدا. هلا الحالات الثانية في مثلا اللي عندهم نقص كبير جدا بالنظر أو أمور تانية ممكن يصير في تداخل جراحي من زرع عدسات، من إجراء ليزر.
فبس انه بشكل عام يعني بتتم النظارة هي الخيار المناسب. تماما. دكتور، رح أكيد للي عم يبعت أسئلة رح نجاوب على أسئلتكم مشان موضوع التسلسل لحتى يضل. لكن الأخ أفيندار أكيد أو الأخت أفيندارة بعتي سؤال، إن شاء الله رح نجاوب على سؤالك عبر البث المباشر. كمان حابب ذكر للي حدا عنده سؤال 429 101 هو رقمنا الأرضي، أو عبر الواتساب 093 82 80 81 4، أو عبر البث المباشر عبر كومنت للي برات البلد حابب عنده سؤال كمان. الدكتور إن شاء الله فينه يجاوب على سؤالكم. لكن دكتور، إذا لم يتم معالجة المريض، شو المطلوب من المريض إذا ما تمت المعالجة؟ عدم الالتزام بالمعالجة يعني بيؤثر على نوعية حياة الشخص بشكل كبير جدا. يعني مثلا إذا طالب المدرسة إذا عنده مشكلة جدية بالدراسة، عدم الالتزام بالنظارة يعني بالتأكيد إنه المحصول الدراسي عنده بده يتضرر. أكيد. هلأ ست بيت مثلا هي بحاجة لنظارة ورايحة وجاية وبدها تطبخ وبدها تكنس وبدها تعلم أولادها وبدها تسوي هيك، عدم الالتزام بالنظارة يعني هو طبعا مدعاة للضحك، يعني بيسبب صداع للزوجة أكتر منها، لأنه بدها تروح وتجي وتشكي بيكون هو المشكلة عدم التزامها بالنظارة. فنحن أحيانا بكتير من الأحيان بنحكي على سبيل المزح والجد بنفس الوقت. مثلا بنحكي للزوج انه اذا زوجتك ما التزمت بنظارتها لا عاد تجيبها، لانه هي بتعرف انه الحل بالنظاره، وعدم الالتزام بالنظاره يعني بدها تم دايخه، بدها تم بتحس حالها انه مثل العامل اللي بيشتغل 6-7 ورا ساعات بيصير عنده نوع من الاجهاد العضلي. فعدم الالتزام بالنظاره عند الطالب ولا عند ست البيت ولا عند الطفل أكيد يعني بيأثر على الحياة الخاصة جدا. بده يصير صداع، بده يصير بده تحكي، بده يصير دماع، لأنه بكل بساطة شو تفسير هالأمر؟ هلأ أنت يعني هو ما بيجي لعنا إلا لما بيكون عنده نقص في الرؤية تماما. وجود نقص رؤية يعني أنه الدماغ غير قادر على التفسير، لأنه بالنهاية هي العين هي جزء من الجهاز العصبي المركزي. تمام. العين بتبعت رسائل للدماغ، تفسير بيصير بالدماغ. تمام. فإذا الطالب ما حط مثلا نظارته فما راح يشوف اللوح، فبده يكون غير قادر على أن يميز مثلا حرف الإي من حرف الإف. يعني هو الفرق بين حرف الإي والإف هو السن صغير. تمام. أو الحرف السي مثلا وحرف الأو، فهو الفرق إنه هذا صاير إنه كومبليت سيركل، دائرة كاملة، هاد مثل الكعكة المقصوصة بالضبط. فإذا ما بده يحط نظارته شلون بده يميز حرف السي من حرف الأو؟ شلون بده يميز حرف الإي من حرف الإف؟ ونفس الشيء بالنسبة مثلا لست البيت، إذا ما بدها تحط نظارتها وكذا وبدها تعلم أولادها وبدها تسوي هيك، فعدم الالتزام بالنظارة يخلق مشاكل جدية ممكن حتى يعني ليست مبالغة، هي يعني بتخلي طبعا الواحد أميل للعصبية. لأنه ربما يسبب صداع أيضا دكتور. أكيد هو يعني هالحكي سليم 100%. أحيانا بيجوك المراجعين ما بيحكوا لك إنه أنا ما عم بشوف منيح، بيحكي لك إنه أنا رحت عن طبيب عصبية. تمام. رحت عن طبيب عصبية وعندي صداع وفحصني، حكى لي إنه طلعي على طبيب عينية. فهي بالأساس بيكون مو على بالها تفحص كل عيونها أساسا. تمام. فبتيجي بشكوى صداع، فطبيب العينية بياخذ إجراءاته. تمام. بيعرف شو هو المطلوب منه. ربما تكون فيه قواسم مشتركة بين مرضى العصبية، أو مثلا مريض بشك انه فيه معه شقيقة ولكن بيطلع معه تمام. هو طبعا الامور هي متداخلة مع بعضها. يعني هلا الشقيقة تؤثر على العين بشكل واضح. يعني حتى في نوع من انواع الشقيقة تسمى الشقيقة العينية. تماما. العين بتتورط فيها. طبعا ممكن طبيب العصبية بهالمجال انه يعطي معلومات ادق من معلوماتي، بس انه العين بتتورط بالشقيقة بشكل واضح. واحيانا هن يعني حتى مريض الشقيقه بيجي عنا قبل ما يجي عن طبيب العصبيه. تمام. فانت بتفحص العين بتشوفها انه هي ممتازه من كل النواحي، قدرتها منيحه، تنظيره منيح، عصبه حدوده واضحه، اللون مانو شاحب، اللون اورنج هو. ف أنا من النوع من الأطباء اللي ما بيتصرف، بحب إنه اشتغل ضمن مجال عملي، فدغري ببعتها على طبيب عصبية. تمام. لأنه ممكن تكون عنده حكي أو نصائح أو كلام يفيده أكتر مني. بس أنا دائما بشبه العين، يعني الشقيقة العينية
يعني مثل مثلا يكون أخين، أخ منيح وأخ سيء. الأخ السيء بيتورط، الأخ المنيح عفوا بيتورط مع الأخ السيء، مشارك معه. فهي المشكلة الأساسية مو بالعين، المشكلة الأساسية هي بالجهاز العصبي وبمرض الشقيقة، بس العين هي بتتورط. تمام أكيد. دكتور، في حالات كتير شائعة بنسمع فيها أنه تكون هي تسمى القرنية المخروطية. شو ممكن أنه نفهم عن هالحالة أو على هالمرض هذا؟ تمام. القرنية المخروطية أو الكيراتوكونس بيسموها بالإنجليزي، هي تصنف هي ضمن أدواء القرنية التوسعية. هيك بيسموها أدواء القرنية التوسعية، هيك ترجموها للعربي. القرنية العين الطبيعية، العين عند الإنسان بشكل عام هي كرة، نحن بنسميها كرة العين. تمام. فإذا بتتخيل الدائرة هندسيا، إذا بدك تاخد قسم صغير من الدائرة اللي هو الوتر، تمام، فالوتر فيه له استقامة واضحة. هلأ القرنية عند الإنسان كمان بنسميها في مصطلح هو حتى يستخدم عسكريا، يسمى توبوغرافيا. اي، فالتوبوغرافيا هو مصطلح يدل على التضاريس، على الجغرافيا. فالجغرافيا للعين النظامية المفروض انه القرنية يكون في إلى انحناء طبيعي، يعني يشبه وتر الدائرة. فالمفروض كقياساته رقميا، يعني الطبيعية تتراوح ما بين 38 ممكن حتى 37 ونص لحدود 46 ونص. فعمليا من 37 لل46 ونص، ممكن 47 كمان. فارتفاع الأرقام فوق 47 بصورة توبوغرافيا القرنية، وهي هاي أحد المعايير طبعا، يعني في مجموعة معايير لأن تتشخص القرنية المخروطية. ومثل ما حكيت لك يعني هو داء شائع، وبتوقع هلا الناس يعني أغلبهم يعني اللي عم يسمعونا بينبسطوا إنه عم نحكي على هالموضوع. فهي الانحناء بالقرنية بيكون مانو نظامي. تمام. بتكون الأرقام فوق 46. انت فيك تشبهها بالقمع. يعني هلا نحن نسمي قرنية مخروطية، قلنا بالعربي المخروط شو هو؟ مخروط هو القمع. تماما. هو القمع، يعني في تبويزة، تماما، في حدية بالانحناء تبع القرنية. فهو حتى الوراثة بتلعب فيه دور. بس مثل ما حكينا بالبداية، يعني بيجونا ناس مثلا بيحكي له والله ابن عمي كان جاي لعندك بيكون عنده قرنية مخروطية، بتكون ففي قصة عائلية بالموضوع. وأحيانا في حالات فرادية كمان، يعني بيجي طفل صغير بيكون عنده قرنية مخروطية، بالاستفسار بتشوف إنه ما في قصة عائلية. هو بالعادة طبعا بتبلش بعمر 9 سنوات 10 سنوات. كل ما هي بكرت بتكون الأمور أسوأ نوعا ما. هلا هي كمان بتسوي نقص بالنظر، الانحراف بيكون فيها موجود بدرجات عالية جدا، يعني يعني بتوصل الانحرافات فيها بحدود 6 درجات. المريض المحظوظ، وحكيناها قبل هلا كمان، المريض المحظوظ هو المريض العينية المحظوظ هو اللي بيستفيد عن نظارة استفادة كاملة. مريض القرنية المخروطية استفادته عن نظارة ما بتكون كتيرة. فاللي بيستفيد عن النظارة فعلا بيكون محظوظ جدا. هي في لها طرق للمعالجة طبعا. هي كمان تصنف progressive disease بنسميها، يعني مرض تقدمي هو. هلا بس اللي بالعادة هي بتتم تتقدم لعمر 30 سنة. بعد 30 يعني إذا بيجينا مريض مثلا عمره 32 سنة وعنده قرنية مخروطية وبيشوف 6-7/10، هذا محظوظ قولا واحدا. فبيحكي انه انا ممكن انظر، بحكي له بكل ثقة انت ما عاد تنظر، حط ايديك ورجليك بمي باردة. خلاص صار عمرك 30 سنة، في 30 سنة خلاص ما عاد، انه تمام، ما عاد ضرك اكثر من هيك. هلا ضمن الاجراءات العلاجية للقرنية المخروطية شيء نحن بنسميه الكروس لينكينج، هو التصليب القرنية. هلا التصليب كمفردة عربية انه انت عم بتقسي الشغلة بتصلبها. فالتصليب هي مانو عملية، هو عبارة عن إجراء بروسيجر، هو يعني مانو أوبريشن، مانو عملية هو، لا. فالمريض بيخضع له، مثلا بيكون عمره 20 سنة أو 18 سنة، بنصلب له القرنية. المريض اللي بيتصلب له القرنية هو المريض الحصرا اللي بيستفيد عن النظارة، لأنه إذا المريض ما استفاد عن النظارة أنا ما بصير صلب له. هي عملية جراحية دكتور تنعمل؟ لا. هي إذا ممكن أنت تصنفها جراحة صغرى، يعني الجراحة الصغرى عند كمصطلح عند الأطباء بتعني إنه شيء سهل، ما في خوف كتير منه. هي بتتم تقشيط البشرة بوضع نقطة كحول، بعدين بتتكشط البشرة، بعدين بنحط صباغ وبتتسلط أشعة
تتسلط أشعة هي مملة، يعني المريض بينزعج، بيتم تسطح شيء بحدود كل عين شيء 35 دقيقة. تماما. بس المريض اللي بيستفيد على التصليب، مريض القرنية المخروطية، هو بيكون مريض محظوظ تماما. تماما. طبعا في ممكن انت تحط له عدسات لاصقة. العدسات اللاصقة إذا هي كانت قاسية، بس هلا يمكن يعني نحن هون ما كتير بنشتغل بمجال العدسات اللاصقة، لأنه مريض القرنية المخروطية بالعادة في هدول المختصين بالبصريات على أساس صورة الطبوغرافيا بيعطون عدسات لاصقة. تماما. فهي طرق المعالجة نظارات بيكون محظوظ، عدسات لاصقة، وتصليب القرنية. هلا إذا ما استفاد من هدول، في خطوات تانية بنسميها more invasive، يعني غازية. تماما. إنه بيصير فيها غزو، فهي بتصير جراحة تقريبا. مثل حلقات، بيزرعوا حلقات جوا القرنية ضمن السماكة تبع القرنية. طبعا بكل هالأمور الغاية إنه أنت تخليها تستفيد من النظارة. يعني حتى الحلقات المفروض، يعني أنا بستغرب أحيانا بيجوا مرضى حاطين حلقات ومصلبين ومتعذبين وبيتكلفوا وروحات هون وهون، وآخر شيء بيجيك وما معه نظارة. طيب أنت كل هالشي سويته لمشان تحط نظارة، وآخر شيء ليش ما عم تحط نظارة؟ ليش صلبت لكان؟ ليش حطيت حلقات؟ تمام. بيتم الخيار النهائي هو زرع القرنية. بيتم الخيار النهائي للمريض اللي ما بيستفيد من كل هدول هو زرع القرنية. وأحيانا يعني بالاتفاق ما بين الطبيب وما بين المريض، أحيانا بيتوصل لاتفاق إنه ازرع لي قرنية، مع العلم بيكون ممكن يستفيد عن النظارة، ممكن التصليب يفيده، ممكن كذا. تمام. ففي أحيانا بعض المرضى اللي بيتجاوزوا بعض الخطوات وبيزرعوا قرنية. طبعا زراعة القرنية هي من طعم بشري، من إنسان متوفي حسب قانون البلد. طبعا هلا بسوريا ما في إنه التبرع بالأعضاء، وكسن قانون ما في عنا نحن. فبتم زراعة القرنية، بتنحط له قطب، ممكن تكون متواصلة، ممكن تكون متفرقة. رؤيته بتكون بالبداية يعني ما أنا كتير منيحة، لأنه في قطب في شد بمحل وفي رخاوي بمحل. بعد 8 شهور 9 شهور بنبلش نفك بها القطب شوي شوي. ففي مرضى أحيانا ما بيكونوا كتير محظوظين، يعني حتى بعد زرع القرنية بتم عنده النوع من المعاناة يعني. وفي مرضى بيكونوا محظوظين، يعني تخيل بيشوفوا 10 من 10. ممتاز. نتائج رائعة بشكل عام. نتائج زراعة القرنية منيحة جدا، وكل اللي بيخافوا من زراعة القرنية بشكل عام نتائجها ممتازة جدا. يعني هلأ الخوف من شو هو؟ الخوف من شغلتين أساسيات، يعني اللي بشكل عام هو الالتهاب بأي عمل جراحي كان، سواء على البطن ولا الصدر يعني ولا عينية. الخوف من الالتهاب، وهذا يسيطر عليه طبعا عن طريق الدواء وبالزيارات الدورية، خاصة أول فترة يعني. بس الخوف الثاني هو إنه من رفض العضو. تمام. لأنه هو عضو بالنهاية، بس ولكن رفض القرنية مقارنة مع الزروعات تانية هو نادر جدا جدا. لأنه القرنية يمكن هاي معلومة تكون غريبة، يعني القرنية هي شفافة، ما في عليها دم، ما بيصير يعني ما في أوعية دموية وبتيجي على القرنية. هي مثل القزازة النظيفة. تمام. مثل أنا دائما بشبهها بالقزازة تبع الساعة. تماما. فهي الكريستالة تبع العين. تمام. فمشان هيك الرفض تبع القرنية هو قليل جدا. وحتى لما ترفض يعني في أسوأ الأحوال إذا رفضت بينزرع له مرة تانية. في أما مرضى زرعوها مرتين وثلاثة، بس النسب قليلة جدا. بشكل عام الكل يستفيد من أول زراعة. تماما. دكتور، خلينا نتطرق شوي لموضوع آخر أو بيخص الأطفال، هو موضوع الحول عند الأطفال. هو موضوع حساس كتير عند الأهل، حتى يمكن أنه يعني وشائع حتى عنا. دكتور، كيف بدنا نفهم عن هذا الموضوع، انه شو هو الحول، شو انواعه وطرق معالجته؟ تمام. هو الحول يعني موضوع كبير جدا جدا، يعني هو معقد ودقيق، بده حلقة خاصة، دقيق جدا. بده أكيد يعني الحول حتى طبعا هو يصنف ضمن الاختصاصات الفرعية بالعينية. بيسموه بالانجليزي السترابيزموس، بيسموه باللاتينية سكوينت. تمام. هلا
في حول واضح جدا، بتشوف طفل بالشارع بيمشي بتعرف انه هذا احول واضح. وفي احيانا حول خفي. تمام. فالحول الواضح ما بحاجة لطبيب، دغري الناس بتشوف. بتجي على البيت بيكون صديق العيلة أو عمه أو خاله بيحكي لك ابنك أحول، خده على الطبيب مبين يعني واضح. تمام. إذا هو مطنش ومو أخده بالأساس يعني. تمام. وفي حالات أحيانا نحن بنسميها الحول الخفي، اللي هو ما بيطلع بظروف معينة، مثل مثلا نهاية الرحلة أو على العصبية الزيادة أو الجوع أو على الشرود، يعني لما الواحد مخه بيروح لمحل تاني. طبعا الحول أحيانا بيترافق مع نقص بالنظر، وهالشي المشوار الطبيب مع الطفل بيكون طويل جدا. يعني لما بالحول بيترافق مع نقص بالنظر اللي هو غالبا طبعا مد، هو يعني 99.99% من الحالات اللي بيترافق فيها الحول هو مع المد بتن. تمام. في حالات استثنائية جدا خاصة بالحول الخفي. يعني مثلا حول خفي ممكن احيانا يترافق مع حسر بالبصر، فبتكون المعالجه نوعا ما اكثر تعقيدا. فانت المفروض تكون منتبه للقياس اللي تعطيه للمريض. بس هي حكيت لك يعني حالات صعبه جدا، يعني لا اكيد الناس ما راح تفهم علينا اذا بدنا نحكيها. بس انه بشكل عام هو بيترافق مع مد البصر. لما ما بيترافق مع النقص بالنظر او لما ما بيترافق مع سوء بالانكسار، بتكون الجراحه مبكره اكثر. ف طبعا هو كمان بشكل عام عندك نوعين من الحول. يعني في عندك الحول الأفقي الهوريزونتال، وفي عندك الحول العمودي الفيرتيكال. تمام. وضمن الحول الأفقي كمان يعني هذا الشيء كمان الناس فهمها للموضوع راح يكون أسهل. يعني العين إذا مالت نحو الأنف، إذا مالت نحو الأنف نحن بنسميه، الناس ممكن تسويه حول داخلي، نحن بنسميه أنسي. وإذا العين مالت نحو الصدغ، هذا نحن بنسميه صدغ. تمام. يعني لبرا، هذا برافو، نحن بنسميه حول وحشي. هيك طبعا بالإنجليزي بيسموه إيزوتروبيا نحو الأنف، والثاني اللي لبرا بنسميه الإكسوتروبيا إنه نحو الخارج. هو هلا موضوع الحول هو فعلا موضوع حساس جدا. الطفل لأنه والتنمر، يعني انك تتنمر على حدا، والاطفال احيانا يعني عفويا ممكن يعني يضروا بمشاعره او يأذوا مشاعره، هذا الاحول هذا الكذا. فهو موضوع حساس جدا. المفروض الاهل ما يعني دغري يجيبوه على الطبيب وياخذ العلاج المناسب، من نظارة، من نصايح، من امور تانية. وحتى المفروض انه يصير تشجيع للطفل. يعني احيانا في بعض الاهل بيلعبوا دور سلبي، بيحكي لك انه انا بدي احط له نظارته من الصبح للمساء. طبعا بدك تحط له النظارة من الصبح للمساء، لانه عدم وضع النظارة بيعني انه انت قطعت الصورة الواضحة اللي انت بتبعتها للدماغ. فبرد بحكي لك انه الحول التعامل معه، يعني حتى هاي الجملة انا دائما بحكيها، انه الطبيب المفروض يكون باله طويل تماما، واهل لازم يكون بالهم طويل لحتى الطفل ما يصير ضحية لتسرع الطبيب او عجلته. لانه بدك تعطيه، لازم تعرف هالطفل ايش قد بيشوف من 10، لانه في مثلا هو الحديث بينفذ على حديث تاني. انت احيانا بتمشي بالشارع بتشوف طفل حاطط لصقة على عينه. تمام. هلا هالطفل اللي حاطط لصقة على عينه ما بيصير انه يحط لصقة على عينه بدون ما الطبيب، احنا بنسميه فحص موضوعي. فحص موضوعي شو هو؟ يعني فحص مانو هيك فحص بيعطيك نتيجة ميدانية، نتيجة واقعية، انه هالطفل ايش قد عم يشوف من 10، عم يشوف السطر السادس ولا السطر السابع. هلا اذا هو شاف بعين 10/10 وشاف بالعين الثانية 6/10، معناته انت بدك تغطي العين المنيحة للعين الثانية تقوى، أكيد، مشان ما يصير فيها شيء اسمه كسل. لأنه الكسل هو موضوع شائع جدا بالعيادات وتقريبا يشاهد يوميا. والذنب الكبير يوضع على المدرسة، لأنه المدرسة المفروض تسوي قدرة بصرية لكل الأطفال. تجيب اللوحة هاي تبع القدرة البصرية، فوق تحت يمين يسار حرف الإي اللي نحن بنسميه أحرف سنيل. هلا يعني إذا بدك تشيل المسؤولية من المدرسة، هالمعلومة يعني أنا ما بعرف
كل طفل عمره 4 سنين المفروض ينفحص، تمام. سواء بيشكي ولا ما بيشكي. كل طفل عمره 4 سنين المفروض ينبعث لطبيب العينية. تمام. تخيل زيارة واحدة بس، ليش بده ينفحص؟ بس لتحاشي موضوع الكسل. أكيد. لأنه مثل ما الإنسان ما بيطول بعد عمر 18 سنة، إذا في نقص بأحدى العينتين وما لحقته قبل 8 سنين، بعد 8 سنين بتصير الأمور صعبة. صح. لأنه البصر بينضج بعمر 8 سنين مثل ما الطول بينضج بعمر 18 سنة. تماما. بس يعني سبحان الله في حالات عن جد أنا مستغرب جدا. يعني عندي أطفال بحدود 12 سنة 13 سنة 14 سنة مهملين. يعني حتى أنا بملف كاتب بالعربي أو بالإنجليزي إنه ميراكل، معجزة والله. يعني حتى أسماءهم هلا ببالي هن. تماما. يعني غريبة جدا. في أطفال عمرهم 11 سنة و12 سنة و13 سنة بيجوا بيشوفوا 1.2 من 10 بنغطي لهم. أنا صارم جدا بالتغطية، يعني بغطي العين من الصبح للمساء، من الصبح للمساء، خاصة هدول اللي بنعطيهم فرصة أخيرة. فتخيل صاروا يشوفوا 8 من 10 9 من 10. وعلى النقيض أحيانا يعني بينتابك الاستغراب. تخيل مثلا بيجيك طفل عمره 4 سنين 5 سنين وبتغطي له العين المنيحة والعين الثانية بتعنت. يعني هو الحكي يمكن علميا ما نو دقيق، بس الحظ عن جد أكيد. يعني ضمن نتائج عملية إحصائيا مثلا على الأقل عندي بالعيادة. صح. أنا مستغرب إنه شلون في أطفال عمر 11-12 سنة وبيستفيدوا على التغطية. طبعا بعد فحص دقيق يعني أكيد. بعرف إنه ما عم يشوف لأغطي له. وال4-5 سنين كمان بينفحص فحص دقيق وبتغطي له، ومع ذلك بتتم العين تعنت. فعن جد هي غريبة جدا يعني. طبعا بينعطوا هن نظارات مرضى الحول. الجراحة هي أكيد أحد الخيارات أكيد. بس الناس طبعا نحن بنشرح لهم الجراحة هي لتخلي العين مستقيمة. يعني الجراحة هي ما بتقوي النظر. اللي بيقوي النظر هي النظارة واللصقة اللي بتنحط للعين. الجراحة هي بتخلي العين مستقيمة. يعني أنت ممكن تسوي عملية لطفل عنده حول عنده حول، وبعد ما تسوي له عملية كمان بتتم تغطي له عينه. فموضوع التغطية ما دخلوا بموضوع انك خليت العين مستقيمة ولا لا. تماما. دكتور رح شوي نتطرق للأسئلة. الأخت إفيندارا ما بعرف إذا هو شاب ولا عم يسأل: مساء الخير دكتور، يا ريت تحكينا عن اعتلال الشبكية عند مريض السكر. ربما هو موضوع واسع كتير. وهلأ بعد انتظام السكر ممكن الشبكية ترجع؟ ما بعرف يعني. هذا كان سؤاله. شكرا لكم. تمام. لا هو سؤال مهم جدا. يعني السكري هو اختصارا بيسموه DM. هو مرض جهازي. تمام. بيسوي اعتلال بالأوعية الدموية الدقيقة. أكيد. الأوعية الدموية الدقيقة اللي هي موجودة بالشبكية، اللي هي موجودة بنهاية الأطراف، اللي هي موجودة بالكلى. تمام. فالعين هي أحد الأعضاء اللي موجود فيها الأوعية الدموية الدقيقة. فالسكري بيسوي شيء بشكل عام هو اسمه اعتلال أوعية دموية دقيقة. تمام. هلا المريض المفروض اللي عنده سكري المفروض يحتاط للموضوع جدا، لأنه السكري أنا دائما بشبهه يعني بالمرض الغداري. إذا الشخص ما بده ينتبه على نفسه طبعا، لأنه هو بيسوي 10 عمر مع الشخص. أكيد. يعني اللي ببلش منذ الطفولة عن جد بيكون سيء الحظ جدا. يعني طفل وعنده سكري، طفل وعنده سكري عن جد بيسوي ضغط نفسي كبير جدا جوا العائلة. سكر شبابي. سكر شبابي عن جد مشكلة يعني. صح. هلا المريض اللي بيصير عنده سكري بعد 40. تمام. هلا إذا صار عندك سكري بعد 40 والله أعطاك عمر صرت 65 ولا 70 سنة، يعني 10 عمر 20-30 سنة. تمام. فعدم الانتباه بده يسوي اعتلال أوعية دموية دقيقة. هلا بالعينية نحن بنسميه اعتلال شبكية سكري منمي. تمام. هلا الأذية تختلف من شخص لشخص. في ناس عندهم أذية قاعدية إنه السكر حط أساس ليبلش يأذي المريض، هدول تدبيرهم سهل. هلا بس المشكلة وين هي؟ المشكلة لما صورة على الفحص السريري بتكون في عندك هاي النتحات القاسية اللي هي مثل الحجارة الصفراء، وبتصير عندك الأوعية الدموية بسبب العين بتصير بتعاني من شيء اسمه نقص أكسجة. تمام. فبتصير عندك أوعية دموية دقيقة بغير محلها، بتكون معرضة للنزف.
خطوات المعالجة هي بتتراوح ما بين حقن افاستين او لوسنتوس داخل الزجاجي. طبعا والافضل انه هو ينعطى بمشفى. هي حقن، هي حقن طبعا اسمها العلمي البيفا سيزيوماب. اول ما استخدمت في سرطانات الثدي والكولون وكذا، بعدين فوتوها لطب العيون بمقادير معينة. فالمعالجة بتتراوح من حقن داخل الزجاجي لاجراء ارجون ليزر، لقطع زجاجي اذا الامور هاي كلها ما ادت الى وضوح بالرؤيه عند المريض. عم نحكي عن جسم الزجاجي ضمن العين اللي هو بالغرفه الخلفيه، الغرفه الكبيره. تمام. انك اهم شيء انك تحط حد للسكر. هلا كثير احيانا من المرضى بيسالونا انه كل هالتعب يعني والكلفه الماديه وكذا، انه بدي يصير احسن وكذا. الإجابة الدقيقة جدا اللي ممكن أنت تعطيها للمريض إنه خاصة بالحالات اللي بتصير السيطرة عليها صعبة، إنه الهدف من كل العلاج إنك تحط حد للأذية، تحافظ على المستوى، تحط حد للأذية. أنت مجرد ما حطيت حد للأذية هو بحد ذاته نوع من التحسن. تماما. طبعا هو يعني السكري بيسوي أمور تانية، يعني بيسوي حتى الساد اللي هي المية البيضاء، فممكن أنت تزرع له عدسة. فهي الموضوع خطوات العلاج فيه واضحة جدا، بس أهم شيء إنه المريض مسؤوليته إنه ما يوصل للحالات اللي بتصير فيها السيطرة على المرض غير مضبوط، واعتلال الشبكية السكري يصير صعب. تماما. الأخ صلاح يسأل إنه هل يتوفر أجهزة تصحيح النظر بالليزر في القامشلي؟ ما بعرف. على حد علمي لهاي اللحظة ما في، لا. هي كتكنيك جراحي هي سهلة جدا. تمام. الليزك يعني يصنف ضمن العمليات اللي إجراءها يكون سهل. هو جهاز كلفته المادية نوعا ما كتير، على حد علمي غير موجود بالقامشلي لهلا. هي الداتا بتتفوت للجهاز، بيكون المريض مصور صورة طبوغرافيا قرنية. في مرضى أحيانا صور الطبوغرافيا بتبين أنه عدم القدرة على إجراء، يعني نحن حكينا قبل شوي على القرنية المخروطية. يعني مثلا وجود قرنية مخروطية هم ضاد استطباب أنك تجري ليزك صح، أو تجري PRK. فالجهاز لا غير موجود، بس كتكنيك العملية سهلة جدا، وإن شاء الله يتوفر عنا بالمستقبل. الأخت جين عم تسأل ممكن نسوي عملية لعمر 14 نقص بالليزر؟ أكيد لا. أكيد لا. كمان عم تسأل مرة تانية الأخت جين إنه سبب انكسار أطراف العين وخمول العين لو سمحتوا. هلا نحن حكينا إنه أسواء الانكسار. تمام. هلا الخمول تبع العين أنا ممكن أفهمه إنه الجفن نازل شوي. تمام. هذا نحن بنسميه انسدال أو بالعربي، وبيسمى كمان بالعربي إطراق أيضا. بالإنجليزي بيسموه بتوسيس. هلا هاد مبين يعني أهم شيء إنه أنت لما بتصور صورة بالموبايل، بتصور حدا، بتبين النقطة أو عند المصور تطلع عندك نقطتين بالفلاشة جوا العين. مظبوط تماما. فإذا مريض عنده انسدال صورته صورة، إذا شفت النقطة بالعين اللي فيها انسدال الفلاشة واضحة، هذا ما بينخاف منه كتير، معناته الضوء بيفوت للعين. تمام. الخوف لما بيكون الجفن نازل كتير، فهذا ممكن يسوي كسل مثل ما حكينا قبل تماما من شوي. فهو لا يتهاون معه إذا هو شديد، أكيد بده عمل جراحي. أكيد. السؤال الأخير من الأخت ستيرك، ما بعرف إذا لفظت اسمه منيح. هو عم يقول إنه معي شقيقة هو موجود بفرنسا، ويعني عم يقول انه عم يزت لراسه. طبعا الدكتور عطاه نظارة، ما بعرف وين سؤالك اخي. المهم فينه الدكتور ايضا يشرح لك شوي عن الموضوع هذا. يزت لراسه، هذا عربيته ضعيفة. تماما كتير. هو يجوز مثل ما ذكرته من شوي دكتور انه هو عم يتورط. هلا اهم شيء هو بفرنسا تيك كير اوف كورونا، انتبه للكورونا، هاي اهم شيء. هاي تمام. هو عنده شقيقة. هي نحن حكينا الشقيقة ممكن تتورط فيها العين كعضو يعني. فهن المفروض مريض الشقيقة يتجنب الصوت العالي. المفروض يتجنب الإضاءة العالية. تمام. حتى في أحيانا مثلا اللبن ممكن، عم بحكي لك انه طبيب العصبية ممكن بهالمجال يكون ادق مني، بس انا يعني حسب معلومات الطب العام احيانا ممكن اللبن يحرض نوبة شقيقة، احيانا الشوكولاتة ممكن تحرض نوبة شقيقة، ممكن كل مشتقات الحليب يعني ممكن تحرض نوبة شقيقة. فالعين بتتورط معه. تمام. وممكن تكون شقيقة طبعا انه
يعني مرض العين مترافق يعني. ايه تمام. احيانا بتصير عندهم لاعيه، بالانجليزي بيسموها الاورا. الاورا يعني بالعربي ترجموها النسمه. يعني مريض الشقيقه اللي بتصير عنده اعراض من غثيان واقياء ولاعيه نفس، تمثيل بياني ببلش. هلا انا اللي بفهمه انه نوبه الشقيقه ممكن تستمر اكثر من 24 ساعه واكثر كمان. واللي بفهمه انا كمان، وبرد احكي لك انه طبيب العصبيه ممكن يكون ادق مني، يعني حتى النوم يمكن ما يفيدهم. صح، يمكن يعني. تمام. أكيد. بنهاية الحلقة بتشكر كتير الدكتور أحمد سندو، اختصاصي بأمراض العين وجراحتها، على هالمعلومات القيمة، وعلى أمل إن شاء الله بأيام تانية نحكي بموضوع آخر مهم كتير. بتشكركم كتير دكتور على الاستضافة هاي. شكرا لكم. بنلقاكم الثلاثة القادم مستمعينا الكرام بموضوع جديد وضيف جديد. تضلوا بخير وسلامة. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.